نحو العلا سيروا شباب الأمة وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها طرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ساعة شباب. بداية وقبل كل شيء دعوني أرحب بمن يصحبني في تقديم هذه الحلقة، أخي وزميلي عبد الرحمن. حياك الله عبد الرحمن. حياك الله أخي أبو صقر، وحيا الله مشاهدينا الكرام الأفاضل. نحييكم دائما وأبدا في برنامجكم برنامج ساعة شباب الذي يهتم بقضايا الشباب ومجالات حياتهم وقضاياهم جميعا في كافة مجالات حياتهم. بداية نذكر بطريقة سير الحلقة. لدينا 3 فقرات: جلسة سمر، ومن ثم حول العالم، وننتهي بسبورت. يمكنكم المشاركة والتواصل عبر الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وأيضا عبر صفحاتنا في الفيسبوك، وأيضا قناتنا عبر اليوتيوب. ننتقل وإياكم إلى أولى فقراتنا في هذه الحلقة، وجلسة سمر. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. عبد الرحمن، اليوم فقرتنا أو موضوعنا لفقرة جلسة سمر موضوع جميل وطويل في نفس الوقت، وفي عدة محاور جميلة صراحة، ألا وهو فن التعامل مع الآخرين. يفتقده الكثير من البشر طريقة التعامل مع الطرف الآخر، كان من الأهل أو من الأصدقاء أو من الزملاء أو من الأقارب، من زملاء العمل، من زملاء الدراسة. الكثير يفتقد إلى فن التعامل والتواصل مع الآخرين. نعم. أولا هذا الموضوع شيق، ودائما نحن نذكر أننا في جلسة ساعة الشباب، في جلسة السمر في ساعة الشباب، نهتم بالقضايا التي تهم الشباب، أو نهتم بالقضايا العامة بمنظور الشباب. فعندما نتحدث عن فن التواصل مع الآخرين، أعني بذلك فن التعامل مع الآخرين، يعني فن تعامل الشباب مع الآخرين، سواء كانوا الأهل، سواء كانوا الجيران، سواء كانوا الأصدقاء، سواء كانوا سواء كانت الزوجة، سواء كان يعني المدرس، المعلم، إذا كنت مدرس عند طلابك. هؤلاء يعني المجتمع بشكل عام، هؤلاء الذين نتحدث عنهم هم الآخرون الذين سوف يتعامل معهم الشاب. طيب، بداية خليني أسأل يا أبو صقر يعني سؤال: هل يلزم أن يكون هناك طريقة معينة للتعامل مع البشر؟ بمعنى، هل يوجد يعني زي ما تقول يعني آلية معينة للشاب أن يتعامل فيها مع البشر، وهي تختلف بحسب الشخصيات؟ والله يا عبد الرحمن، هنا نستدل بآية من القرآن الكريم. الله عز وجل يقول في القرآن: وقولوا للناس حسنا. الأصل في المعاملة البشرية هو الكلام الحسن. الكلام الحسن هذا ما اللي تبدأ به. الأمر الآخر يعني ممكنك أنت تضع حدود في فن التعامل مع الآخرين، بحيث أنك أنت ما تستطلع مثلا على خصوصيات المرء اللي أمامك، ولا هو يستطلع على خصوصياتك. وهذا الأمر لن ينتج هذا الأمر إلا بازدياد الثقافة والخوض في مشاكل المجتمع والتجارب الكثيرة التي تخوضها أنت في الحياة الاجتماعية. هذا سيولد عندك فن التعامل مع الآخرين. فهذا ينتج عنه إذا أنت يعني زي ما أقول لك يعني
يعني تدخلت بشكل كبير جدا في المجتمع وصارت عندك خبرة كبيرة جدا، ستلاحظ أن يعني صارت عندك ثروة من الفنون أنك في التعامل مع الآخرين، وأنت بعدها عاد تحدد. يعني ممكن نحن مثلا نضع مثلا حدود، ترى أن هذا هو الفن المناسب لك ما المناسب، ولا وش شعورك يا عبد الرحمن؟ يعني أنا أعتقد أنه هذا هو الأساس أو المنطلق الذي ينطلق منه الشاب. وقول للناس حسنا كما ذكرت أبو صقر في قول الله تعالى وقول للناس حسنا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه كلها أمور تساعد الشاب على أن يؤصل أصول معينة يعني ينطلق منها للتعامل مع الآخرين في حياته. طيب في التعامل مع الآخرين أنت مخير بين أمرين، إما أنك أنت تكون مستقبل أو أنك تكون معطي، بمعنى أنه إما أن يتأثر بك الآخرون أو أنت تتأثر بهم. نعم. وبالحديث عن التأثر بالآخرين أو عفوا بالحديث عن أنك تؤثر بالآخرين، هنا لابد أن نتحدث عن أهم نقطة وهي موضوع القدوة الحسنة. من هو القدوة الحسنة يا أبو صقر؟ القدوة الحسنة هو النبي، أكيد ما يحتاج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والمرجعية طبعا الأخلاقية للإنسان هي دينه بلا شك. فالإنسان كل ما كانت له يعني كل ما قرأ في أمور دينه بشكل كبير جدا وقرأ في السيرة النبوية وجد، يعني أنت لو تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم عنده أكثر من موقف يدلك فيه على فن التعامل مع الآخرين. ويعني الإنسان كل ما قرأ في السيرة النبوية كل ما ازداد فن التعامل مع الآخرين، يتعلم من القدوة الحسنة اللي أشرنا لها هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جميل جدا. طيب ننتقل إلى محور آخر ألا وهو محور دعنا نؤصل بعد أن يعني تحدثنا بمقدمة كافية عن موضوع التعامل مع الآخرين من هم القدوات الحسنة. أيضا عندما نتحدث عن القدوة الحسنة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون هاجس الشاب أن يكون هو قدوة حسنة لغيره. وكيف أن تكون قدوة حسنة لغيرك؟ عندما تتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لك، فبالتالي هذا الشيء راح يأثر عليك، وبتأثرك بالنبي صلى الله عليه وسلم سوف تؤثر في بقية الآخرين. ممكن الشاب أن يكون مؤثرا في بيته، ممكن يكون هو البذرة. ممكن بعض الأحيان قد يؤثر الشاب على والديه، بعض الأحيان قد يؤثر الشاب على كافة أهل بيته بصلاحه وتقواه، وبالتالي الشاب هنا مكلف بعدة أمور. طيب لو جينا سألنا وقلنا ما هي أساسيات التعامل مع الآخرين؟ نعم. أنت في حياتك ستواجه أمرين. نعم. تواجه كبار السن والصغار. كبار السن يجب عليك أولا الاحترام، ونستدل بهذا من تعظيم الله عز وجل، احترام ذا الشيبة المسلم. وستواجه الصغار، قلنا الكبار تواجههم بالاحترام والصغار عفوا نعم. بالعطف والحنية. نعم. يعني الكبار الآن مثلا تأخذ يتواصل معك رجل كبير في السن حتى مثلا لو غلط عليك. نفترض يعني مثلا أنت في أحد الأسواق مشيت مثلا والطابور مثلا في أحد المحلات وسقطت مثلا على رجل كبير في السن وتكلم، هو أصلا يعني على آخر العمر، وتكلم بصوت عالي ويتكلم ومدري إيش وإلى آخره. فأنت في المقابل قاعد تستقبل كلام سيء، هو قد يعني يقابلك بكلام سيء، فأنت شاب، هذا الرجل كبير يعني شيب غزا لحيته وشعره وشعر رأسه، تقابله هنا بالاحترام. ادفع يا ابن الحلال بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. والدفع بالتي هي أحسن لا يقتصر على الكبار فقط، على الصغار، على من هم في عمرك، على الكافر، على المسلم. على الدفع بالتي هي أحسن هو العنوان الأول والهدف الأول التي تمشي فيه. ستواجه الكثير من المشاكل مع الكبار والصغار، وما مع أنهم بعمرك، العاقل وغير العاقل، وقد يدخل الشيطان بينك وبين صديق لك قريب، حتى المشاكل الأسرية قد يدخل بينك وبين أي إنسان مشكلة. كيف تعالجها الآن؟ تعالج المشكلة وتخرج فن التعامل بالآية. أولا خذ العفو
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وآية أخرى ادفع بالتي هي أحسن. وهذه الأمور يعني ادفع بالتي هي أحسن، يعني أنا قد أبين لك من الكلام أنها سهلة، يقول لك والله يا أبو تركي ادفع بالتي هي أحسن، أنت تستشعر أنها ترى يعني أنها بسيطة، لكن يوم يقع الموقف صعبة جدا. يعني واحد منكم مثلا يا ابو تركي، واحد مثلا سرق بنك نفترض مثلا 300 400 دولار، وفي احد الليالي قلت له مثلا يا يعني ايا كان اسمه، يا ابو هذا بالله يا اخي المبلغ اللي اخذته منك ذاك اليوم 300 دولار وما ادري ايش وزي كذا وما رجعته ما ادري ايش، قال لك متى؟ هل يعني انت اسف يوم تقول له الان هل بتدفع بالتي احسن؟ تقول والله يا اخي سامحتك 300 دولار تتكلم عن مبلغ يعني جامد، اي يعني مبلغ عليه يعني ما هو جامد، هو بس 400 دولار يعني. اي هذاك الوقت ادفع بالتي هي هتستخدمها، هي بيدخل الشيطان فيك، فانت لازم تروض نفسك من اول. الموضوع هذا ينتج من الداخل، ما نتج من الداخل انت ما تقدر تحكم العقل. الشيطان في هذه المواقف يدخل يلقى هذا المدخل له الصغير، يدخل على القلوب. لا اخذ منك 400 دولار والله يلعب عليك والله ما ادري ايش. الايه هذه الان تطبيقها انت طبعا بعيد عن المشكله، تقول ادفع بالتي هي احسن. نعم. لكن يوم تقع في نفس المشكله وتصير معك المشكله كامله، تيجي تستخدم الايه تصعب عليك. صحيح. لانك انت ما روضت نفسك من البدايه. ولا وش رايك؟ لا بلا، يعني الموضوع زي ما يقول الشاعر نفسك الطفل أن تهمله شب على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطمي. نعم. ومن فطم المرء لنفسه أن يجبرها على فعل الخيرات وترك المنكرات، ومن أهم الخيرات هو يعني الدفع بالتي هي أحسن، والعفو والصفح، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني الله عز وجل ما ذكر في القرآن وما حث على العفو، ولا يعني جعل منزلة العفو عنده منزلة كبيرة جدا، إلا أنه الموضوع صعب جدا أصلا. يعني لا أحد يقوى أبدا عندما تظلم من شخص ما، يعني صعب جدا جدا جدا. والناس الذين ظلموا يعرفون هذا الشيء. يعني أنت ممكن يعني تقول يا أخي الله يسامحه، ولكن في القلب في غصة، في القلب في شيء ما ينزع أبدا. هذا الشيء ما ينزع إلا بأن تدعو وتكرر الله عز وجل أن يزيل ما في قلبك من حب للدنيا وتعلق بالآخرة. فبالتالي لابد على الشاب أن يذكر نفسه بهذه الآيات. التذكير بينك وبين نفسك هو الحل السليم أو الخطة التي ممكن تمشي عليها حتى يعني تهذب وتروض نفسك. طيب عبد الرحمن، لو قلنا أن مثلا هل الصدق في العلاقات هو الركيزة الأساسية ولا إيش؟ طيب عندما نتحدث عن الصدق نتحدث عن زي ما تقول خط أحمر والفاصل بين استمرار العلاقة وعدم استمرارها. لأنك أنت عندما تكذب فأنت تصور للشخص الذي أمامك، سواء كان صديق، زوجة، زوج، أخ، تصور له أمور هي غائبة عنه تماما. فعندما تغيب عنه هذه الأمور مباشرة سوف يأخذ عنك فكرة سيئة ويقول لماذا أخفى عني هذه الأمور؟ لماذا لا تكذب؟ يعني ما هي الأشياء التي يعني تساعدك على الكذب؟ وإذا صدقت سوف يعني يحصل كذا والكذا. ممكن أنك أنت متورط في مشكلة والحل هو الكذب. صدقك في هذه النقطة وصدقك في هذا الموقف سوف يجعلك أولا لا تكرر نفس الخطأ، لأنك سوف تذوق مرارة الكذبة، عفوا الفعل التي فعلتها. ثانيا سوف تكسب احترام الذي أمامك. يعني مباشرة عندما تصدق، وإن كانت الحقيقة مرة، إلا أنها يعني أجمل بكثير وأحلى بكثير من الكذب. مهما كانت الكذبة مرة فإن الصدق أحلى منها بكثير. طيب أعتقد يا أبو صقر إنه هذا الموضوع فيه يعني تشعبات كثيرة وفيه يعني تفاصيل كثيرة ممكن إحنا نتحدث عنها في الحلقات القادمة. نعم. لكن الآن إحنا وصلنا إلى نهاية فقرتنا الأولى، فقرة جلسة سمر. طيب والله يا أخي الحديث يشيق في هذا الموضوع صراحة. يعني في عدة بنود كذا أنا ما تكلمت عليها، لكن لعل الوقت سبقنا يعني وداهمنا.
ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى الفقرة الثانية وحول العالم. طيب أعزائنا المشاهدين الكرام، حياكم الله وبياكم بعد هذا الفاصل القصير. وفي فقرة حول العالم نتحدث اليوم عن دولة هي أعتقد أنها في الفترة الحالية هي معروفة لدى الكثير من الناس والكثير من مشجعين كرة القدم، كونها يعني مشاركة في بطولة كأس العالم. طيب نتحدث هنا عن دولة كوستاريكا يا أبو صقر. وعندما نتحدث عن دولة كوستاريكا يعني لا أعتقد أنه يعني أتكلم عن الشعب عامة الشعب وعامة الشباب، لا أعتقد أنه ممكن تصل به الثقافة أنه يتعرف على دولة مثل دولة كوستاريكا، دولة مغمورة في أوروبا، إلا أنه عفوا هي ظهرنا دولة في جنوب يعني من دول أمريكا الوسطى. أي نعم، أمريكا اللاتينية، أمريكا اللاتينية، أمريكا الجنوبية. نعم. دولة مثل دولة كوستاريكا أنا صراحة أعرفها يعني بشيء مختلف تماما عن كرة القدم، ولكن أعتقد أنه ما عرفت إلا بكرة القدم كونها مشاركة في أكثر من بطولة لكأس العالم. طيب دعنا أول شيء نتحدث عن معلومات عامة عن كوستاريكا يا أبو صقر. طيب كوستاريكا لو جينا يعني ناخذ المعنى تعني الساحل الغني بالإسباني. عدد سكان عبد الرحمن فاق 5 ملايين، ولا كأنها الرياض ولا اسطنبول. 5 ملايين نسمة، وهي إحدى دول أمريكا الوسطى. تحدها من الشمال ومن الجنوب الشرقي عدة دول، وهي البلد الوحيدة في أمريكا اللاتينية يعني في قائمة أقدم 22 دولة ديمقراطية في العالم. وتعد الدولة من أحسن دول أمريكا اللاتينية في مؤشر التنمية البشرية. احتلت عبد الرحمن المرتبة 69 على مستوى العالم، هذا الكلام في عام 2011، وهي دولة كانت مستعمرة من الإسبان واستقلت في عام 1821. نعم. أعلنت حكومة كوستاريكا في عام 2007 عن خطط لجعل كوستاريكا أول دولة خالية من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2021، واحتلت المرتبة الأولى في مؤشر الكوكب السعيد عام 2009، ومرة أخرى في عام 2012، ووصفت بأنها أكثر دولة صداقة للبيئة في العالم في عام 2009. يعني لو عددنا هذه الإحصائيات التي قبل قليل نجد أن كوستاريكا من يعني أكبر الدول التي تهتم بالإنسان بشكل عام. فتجدها في مؤشر التنمية البشرية احتلت المرتبة رقم 69، تجدها في موضوع ثاني أكسيد الكربون المؤثر على الجو وبالتالي سوف يؤثر على الإنسان، تجدها احتلت المركز الأول، تجدها احتلت المرتبة أكثر البلاد صداقة للبيئة في العالم. هذه كلها أمور تميز كوستاريكا عن غيرها في الاعتناء بكوكب الأرض والاعتناء بالإنسان. طيب كوستاريكا يا عبد الرحمن تعد موطنا لمجموعات غنية من النباتات والحيوانات، مع أنها شوف المعلومة هذه يعني شوف هي موطن للنباتات والحيوانات، مع أنها يعني تشغل ما يقارب 0.25% من مساحة اليابسة في العالم، إلا أن هذه الدولة تنفرد ب5% من التنوع البيولوجي العالمي. فشوف ماخذة 0.25 لكنها منفردة ب5% من التنوع البيولوجي العالمي. نعم. طيب أول شيء خليني أقول لك معلومة أنا والله كان ودي أقولها صراحة من بداية هذه الفقرة. أنا كوستاريكا اشتهرت عندي بحكم أن أنا يعني من عشاق القهوة الكوستاريكية، وأعتقد أنها مؤخرا انتشرت أيضا في بعض البلاد العربية كونها تطورت في مجال القهوة. وبالتالي وبشكل عام دول أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا، غواتيمالا، الإكوادور، هذه الدول، البرازيل، هذه الدول يعني هي تعتبر من الأولى الدول إذا ما كانت الأولى، فهي من أولى الدول المصنعة والمصدرة للقهوة السوداء. طيب نعود، هذه كان يعني طارفة كان على الهامش يعني. طيب عندما نتحدث عن المستوطنين وثقافتهم نتحدث عن أولا دعنا نتحدث عن السكان الأصليين. هل
يوجد سكان أصليين لدولة كوستاريكا أم أنهم مجرد يعني أعراق مختلطة بينهم وبين مستعمرهم الأسبان؟ طيب، أغلب السكان الأصليون لكوستاريكا ينتمون إلى العصر المتوسط، وكان تأثير السكان المحليين على كوستاريكا الحديثة ضئيلا نسبيا مقارنة بتأثيرهم على الدول الأخرى. طيب، حيث أثرت ثقافة المستوطنين الأسبان على أغلب السكان المحليين. طبعا كيف يؤثرون؟ يأثرون عبر يعني مجال واحد اللي هو مجال الزواج، فبالتالي يعني يحصل هناك اختلاط الأنساب، فبالتالي يضيع نسب الكوستاريكيين الأصليين مع نسب الإسبان، فبالتالي يعني يصبح من النادر أن تجد كوستاريكي شخص كوستاريكي الأصل يعني. طيب، الثقافة هذه عبد الرحمن أثرت على المستوطنين الإسبان على أغلب السكان المحليين عبر الزواج المختلط، خاصة بعد تضاؤل عددهم بسبب المعاملة السيئة التي تلقوها من المستوطنين، وكان في تفشي للأمراض المعدية. نعم. إلا أن يعني مجموعات صغيرة من السكان الأصليين تمكنت من مواجهة الغزو الثقافي الإسباني، وصارت دولة كوستاريكا هي الدولة التي التقت فيها ثقافة أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية الأصليين. يعني جو الأمريكيين الثقافة الأصلية من الوسطى والأمريكا الجنوبية، وكانوا هذا في شمال غرب البلاد وشبه الجزيرة. نعم. طيب، نكتفي يا أبو صقر بهذا القدر من المعلومات حول كوستاريكا، واليوم لدينا دولة أخرى هي من الدول أنا أجزم أنه 90% من المشاهدين، يعني هذه إحصائية الآن من عندي 90% من المشاهدين ما يعني ممكن أنهم ما يعرفونها. نعم. ولكن يعرفون مصطلح استخدموه في مجال آخر هو شبيه جدا بهذه الدولة. نتحدث هنا عن دولة كمبوديا. كمبوديا لو قلت لك يا أبو صقر تعرف شيء اسمه، يعني عندما نقول كمبوديا ما الذي يخطر في بالك مباشرة؟ على طول اشتميت الرائحة. اشتميت الرائحة؟ اشتميت الرائحة. عود الكمبودي معروف. أو العود الهندي الأشهر في دول الخليج العربي، عود كمبوديا. ودولة كمبوديا التي تقع في جنوب شرق آسيا، تحدها تايلاند إلى الغرب وفيتنام من الشرق، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 16 مليون نسمة، وهي دولة تتبع النظام الملكي الدستوري. نعم. أيضا تعد صناعة السياحة مصدر للبلد الثاني. متميزين هم بإيش؟ بصناعة النسيج. نعم. يشتهرون بصناعة النسيج، ويعتبر يعني مصدر مهم لهم. وثقافتهم طبعا عبد الرحمن تعد وزارة الثقافة والفنون الجميلة الكمبودية مسؤولة عن تعزيز وتطوير الثقافة. ويعني ثقافاتهم يعني عندهم قليلة من الثقافة، عندهم ما يقارب 20 قبيلة من، يعني عندهم 20 قبيلة من القبائل التلال، فتلقى عندهم كل قبيلة مختلفة بثقافاتها. ترى يعني الأمر جميل صراحة، يعني الواحد تحمس أنه يزور المنطقة هذه من كثر يعني الثقافات الممتلئة هناك. نعم. طيب، معلومة أخيرة قبل أن نختم فقرتنا هذه الحلقة. لدينا نهر اسمه نهر ميكونغ. هذا النهر اشتهر بأنه عندما ينتهي موسم الأمطار يكون هناك مسابقة أجرتها وزارة الثقافة والإعلام الكمبودية. هذا مهرجان يجتمع فيه أكثر السكان دولة كمبوديا، يعني يعتبر هو المهرجان الأكبر. عندما نتكلم عن نهائي كأس العالم، هذا نهائي كأس العالم تبعهم اللي هو مسابقة تجديف، يجتمع كل سكان كمبوديا وأكثر سكان كمبوديا في هذا النهر بعد انتهاء موسم الأمطار، ويبدون ويبدون مسابقة التجديف الكبرى في الغير مسبوقة، ويكون هذا حدث بشكل سنوي في كمبوديا. طيب مشاهدينا الكرام، نكتفي بهذا القدر. اليوم كان عندنا ما شاء الله دولتين أبو صقر يعني دلعنا المشاهدين اليوم. طيب مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مع فقراتنا الأخيرة، فابقوا معنا. أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمروا.
أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطي رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير ننتقل وإياكم إلى الفقرة المحببة إليكم، ونتمنى أن يكون في اتصالات. في أحداث الأسبوع الماضي كانت ثقيلة، فننتظر اتصالاتكم. ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى الفقرة الأخيرة وفقرة سبورت. مشاهدينا الكرام، حياكم الله من جديد في فقرة سبورتس. طيب، لجينا نتكلم عن سبورتس يا أبو صقر، لازم نتكلم أولا عن الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب عربي، وهو يعتبر ثاني أكبر إنجاز تحقق المغرب بعد تأهل في عام 1986. ألف مبروك أسود الأطلس التأهل إلى دور ال16 والوصول لمقابلة من المنتخب الإسباني. مباراة صعبة اليوم الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة. طيب، خلينا يا أبو صقر نقول المغرب تأهلت على حساب من يا أبو صقر؟ خليني أنا أشرح لك أو خليني أقول لك من كان معاهم في المجموعة. خلينا نبارك للمنتخب العربي. احنا نبارك للأخوان من المغرب
واضح عندك حبايب من المغرب يا والله كثير كثير ما شاء الله كثير. تبارك الله. طيب بارك. نبارك لهم والف الف مبروك، وان شاء الله عقبال اليوم ما يفرحونا ان شاء الله في تمام الساعه السادسه امام اسبانيا. نعم. مباراة قوية صراحة. صحيح. لكن يعني كل قلوبنا صراحة مع المنتخب العربي المغربي. طيب تأهلت على حساب مين يا عبد الرحمن لو راجع حبة حبة؟ لو جينا نشوف يعني مجموعة يعني المغرب نجد فيها كرواتيا وصيف كأس العالم النسخة الماضية، نجد فيها بلجيكا المصنف ثاني وكان قريب من المصنف الأول على مستوى المنتخبات العالمية، ونجد المنتخب الكندي وهو الذي نقدر نقول يوازي قوة المنتخب المغربي وإن كان يعني يملك عدد من الأسماء اللاعبين الكبار. طيب أولا كانت افتتاحية المباريات مع كرواتيا 0-0. المباراة الثانية 2-0 أمام بلجيكا، مباراة تاريخية عظيمة جدا صراحة، يعني اللي ما شاف المباراة ذي فات نص عمره. نعم. المباراة الثالثة كانت مباراة أيضا فيها ملحمة تاريخية كبيرة 2-1 أمام كندا لتتأهل بصدارة المجموعة وتقابل إسبانيا في نصف عفوا في دور 16. كل التوفيق والله للمغرب في تمام الساعة السادسة اليوم أمام إسبانيا، وبإذن الله عز وجل يفرحونا بإذن الله عز وجل. قبل ما ننتقل للمحور اللي بعده، من اللاعب الأبرز في منتخب المغرب يا أبو صقر؟ والله ما يحتاج، أشرف حكيمي، وما شاء الله تبارك الرحمن، يعني هنيئا للمنتخب ما شاء الله. والله يا أخي اللاعب ذا يعني آخر مباراة كان يلعب هو مصاب، أي كان يلعب وهو مصاب. تمام. واستكمل المباراة أعتقد على كم في الثمانينات كذا خرج. كل هذا تضحية لمنتخب بلاده ما شاء الله، وإن شاء الله اليوم يفرحونا. عبد الرحمن ماذا عن خروج ألمانيا؟ أول مرة أجد العرب والعالم أجمع يحتفل بخروج منتخب بهذا الزخم الكبير وبهذه الطريقة المذلة. يعني أحلى ما في خروج ألمانيا أنهم خرجوا بعد ما فازوا في مباراتهم الأخيرة وكان لديهم أمل بسيط بالتأهل. هذا صراحة كان يعني انتصار زي ما تقول بطعم الهزيمة، يشفي الغليل. منتخب ألمانيا الذي للأسف الشديد للأسف الشديد ما أتى لقطر لكي يلعب كأس العالم، إنما أتى ليدعم قضايا أخرى لا تمت لا للإسلام ولا للإنسان ولا للفطرة بصلة، فبالتالي استحقوا ما يعني، وهذا صراحة يعني أقل شيء والله يعني يعاقبون به على فعلتهم المشينة في أول مباريات كأس العالم. طيب في خروج زعلني خروج السعودية. خروج السعودية كان مؤلم يعني احنا كنا مشجعين للأخضر السعودي. خروجها كان يعني مؤثر على القلب. لاحظت شيء ذا عبد الرحمن؟ والله صراحة يعني كلنا كنا مأملين خير في السعودية. انتصار على الأرجنتين يعني رفع سقف التوقعات بشكل كبير، لكن عزائنا انه السعودية يعني ذكرت او عفوا سطرت طب بعد ما اذكر لك المعلومة خليني انا استقبل اول اتصال في فقرة سبورت. نقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرف بنفسك يا شيخنا ومن تكلمنا؟ محمد من السودان. محمد من السودان، حياك الله يا اخوي محمد. حابب تشاركنا في فقرة سبورت عن اي منتخب؟ اول شيء وش تشجع؟ والله اشجع البرتغال طبعا. مع الدون هذا شكلك مدريدي يا محمد. طيب اكيد ما شاء الله تشجع المنتخب البرتغال. طيب توقعاتك، البرتغال عندهم مباراة قدام من اليوم؟ امام سويسرا صحيح. طيب توقعاتك بشكل عام عن البرتغال وفي هذه المباراة تحديدا؟ البرتغال صراحة عندهم فريق أو منتخب شاب إلى الآن، يعني في مجموعة من اللاعبين ما شاركوا، يعني إلى الآن اللعيبة اللي شاركوا هم لعيبة الخبرة بقيادة الدون طبعا كريستيانو. نعم. لكن اللي عاوز أقوله بكل صراحة وصدق إنه البرتغال إذا لعبت من أجل كريستيانو ما حتفوز،
لكن إذا لعبت من أجل الفوز حتتقدم في البطولة بكل جميل. صراحة يعني. جميل. يعني صراحة أحببت إنصافك. أنا خفت تكون من أحد المشجعين لا اللي أنا يحب مشجع لاعب. جدا لكريستيانو طبعا، ما ننسى اللي عمله سابقا وكده، يعني أسطورة صراحة. ما يحتاج أكيد، ما ما يحتاج، هو أسطورة. ولكن يعني في هذه البطولة تحديدا أنا يعني قريت إحصائية، ما أدري إذا أنت سمعتها، إنه 70% من مشجعين البرتغال صوتوا بعدم مشاركة كريستيانو في المباراة القادمة أمام سويسرا. وش رأيك في هذه الإحصائية يا محمد؟ والله الصراحة يعني ممكن على الأقل شوط يعني صراحة، يعني وجود كريستيانو لا ما مجاملة شكلك تحب مرة كريستيانو يا محمد. لا، وجود كريستيانو داخل الملعب هو يعني إخافة للخصوم وكده. حتى في الأرجنتين مثلا ميسي في وجوده بس في 3 لعيبة يكونوا لتغطيته، يعني يكونوا صحيح. معاه. صحيح. فصراحة كريستيانو على الأقل شوط، يعني نكون منصفين يعني. يعني ما بقول المباراة كاملة. صحيح. على هو ما الأقل يحتاج شوط. يعني كريستيانو يعني وجوده في الملعب ما يقدر يكمل شوط، يسبب رهبة مباراة كاملة. للفريق الآخر. طيب توقعاتك عن بطل كأس العالم؟ طبعا إلى الآن ما في كلام، البرازيل الفريق الوحيد اللي هو مكتمل تماما، يعني منتخب مكتمل في كل خطوطه. لا يحتاج. إذا قلنا فرنسا بتلقى الأظهرة فيهم مشكلة، إذا قلنا إسبانيا عندهم تقل في الخلف يعني موضوع، وحتى في الفينيشنج عندهم مشكلة. نعم. فأما البرازيل مكتمل من الحارس إلى المهاجم أو حتى بنك الاحتياط يعني. نعم. طيب أخوي محمد من السودان، شاكر لك على هذا الاتصال الجميل الخفيف، وإن شاء الله اليوم تفرح بفوز البرتغال. موفقين دائما يعني. يسجل هاتريك بإذن الله لعيونك. الله يكرمك. الله يكرمك. شكرا لك أستاذ محمد. طبعا الحديث كان عن البرتغال وميسي، عفوا البرتغال وكريستيانو رونالدو. حدثني عن الأرجنتين ايش سوى ميسي في المباراة؟ أنا خلينا نسميها مباراة بين ميسي واستراليا، لأنها كانت مباراة صراحة بين فريق كامل أمام لاعب واحد. مباراة من الزمن الجميل لميسي، حرفيا ميسي كان هو المسيطر. يعني حرفيا هو كان الوحيد اللي في أرض الملعب اللي كان يلعب، هو اللي كان يستقبل اللعب من الخلف يودي الأمام. يعني أقل شيء هذه المباراة يعني يكون معطي فيها 2 و3 أسيست بالراحة، إذا كانت الفرص اللي جته يعني استغلت بالشكل الصحيح وتوفق فيها، كان بالراحة بيطلع يعني أسيست هاتريك وهاتريك أسيست و2 بالراحة. لكن الأهم أنه نتوج هذا المستوى، أنه تأهلت الأرجنتين. طيب حدثني يا أبو صقر عن المستوى الخارق. أنا أعتقد خارق قليلة جدا في هذا اللاعب الصغير صاحب 23 سنة كيليان إمبابي والثنائية أمام بولندا. والله يا أخي ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. الواحد يعني بعض الأحيان يحس معه مسطرة من كثر ما شاء الله تبارك الرحمن رجله دقيقة. جاب الهدف الأول والهدف الثاني بطريقة يعني خرافية جدا جدا، مع أني كنت متوقع أن غياب الأسطورة كريم بنزيما أبو إبراهيم سيؤثر على هجوم فرنسا بشكل كبير جدا، لكنه سبحان الله ما أثر لكن يعني أثاري ما شاء الله عليه. إمبابي شغال ما شاء الله تبارك الرحمن، ماكينة أهداف كبيرة جدا. بس يعني توقعاتي يعني فرنسا ستسقط في النص، لا يعني لن تواصل. والله يا ابو صقر ما ادري ايش اقول لك صراحه، يعني فرنسا ما يقابلها الان، هي عندها اصعب مباراه في البطوله هذه كلها الى ان توصل للنهائي، اللي هي مباراتها مع انجلترا. اعتقد مباراه انجلترا بتكون اصعب مباراه تواجهها الى ما توصل للنهائي. لو قلنا البرتغال تاهلت على حساب سويسرا وقابلت اسبانيا وتاهلت على حساب اسبانيا، وانا اعتقد اسبانيا هي اللي سوف تصل الى نصف النهائي، لا احد يجرؤ ان يعني يجاري فرنسا في مستواهم. فرنسا يعني صح ان عندها مشاكل كما ذكر اخونا محمد على مستوى الاظهره، لكنها لديها تيم قوي جدا، لديها تيم يعني لديها فريق زي ما تقول كانهم قاعدين يقولون هذه بطولتنا، احنا اصحاب الكاس، وبالتالي راح نقاتل. ويكفيك انه عندك مستوى اسطوري
لكيليان امبابي، عندك مستوى اسطوري لجريزمان، عندك مستوى جيد الى ممتاز جدا لندمبلي. فاعتقد انه فرنسا قادره انها توصل للنهائي، ولكن فرنساوي شكلك. لا انا والله ماشي، انا صراحه اميل لمنتخب الارجنتين، انا احب الارجنتين. ميسي يعني ميسي اتمنى يعني ينصف، او يعني ما يحتاج اصلا هو البطوله دي عشان يعني ينصف كاسطوره من اساطير كره القدم، لكن هذه لو جابها، انا اقول لك هذه لو جابها ميسي على طول مباشر راح يعتزل، وراح يكون ختم افضل مسيره لتاريخ افضل مسيره للاعب كره القدم على الاطلاق. ما في واحد وصل للمواصيل، باقي له فقط كاس العالم. ما قصر والله، حتى لو ما اخذها يعني يبقى اسطوره خالده. دخلني على البرازيل. والله ما ادري من ابدا من البرازيل والله. الواحد كان يتابع حلقه حزينه امس، ما هي مباراه امس حلقه حزينه يعني دقيقه 16 هدفين كوريا تحس انها صفا كانت. والله شوف كوريا امس يعني كانت الرحم والله العظيم، انهم قاتلوا وانهم هاجموا، يعني ما لعبوا بجبن ابدا، كانوا يعني مهاجمين ويحاولوا ياخذون الكوره بس ما باليد حيلة. عرفت يقول لك الشق اكبر من الرقعه. يعني حاولوا قدر المستطاع لكن مو طبيعيين. بس استمتعوا في اللعب يعني. مو طبيعيين. منتخب البرازيل يا رجل ما تعرف مين اللي راح يجيب فيك الهدف. اذا كان عندك رافينها على اليمين، فينيسيوس على اليسار، ونيمار في النص، نيمو موجود نيمو قدام، عندك ريتشارلسون المحور. بس دقيقه الان نيمو مو قدام. لا ولو صانع اللعب صار نيمو. صانع اللعب نيمو صانع اللعب. عندك المهاجم هو ريتشارلسون، تمام. يا اخي عندك المحور هو باكيتا، اصلا يلعب يعني صانع لعب، بس حاطينه محور ما في مكان. الفريق كله هجوم. الفريق اللي عندك كاسيميرو في المحور، والله يا اخي معليش مع احترام الشديد لكم يا البرشلونيين، لكن محور يعني انا صراحه اعترف صلب جدا. فانا اقول يعني خلاصه كاس العالم، سلموا الكاس للبرازيل وخلاص. للسامبا خلاص. لا يعني ما في فريق بيقاوم. يعني انت تتكلم من الحارس عندك اليسون وعندك حق السيتي، والدفاع عندك سيلفا، وعندك ناس محاور وهجوم، فريق متكامل، حتى دكه متكامله يا رجل. ففريق من والى. فانا اقول سلموا الكاس البرازيل وقفلوا لنا ليالي كاس العالم دي وخلاص. طيب انا اقول لك شغله يا ابو صقر، الان عندنا مباراه اخرى هي مباراه هولندا مع الارجنتين، ولقاء ثاني بين ميسي وفان دايك بعد ان انتصر ميسي على فان دايك في اللقاء الاول امام فان دايك ومباراتهم الشهيره 3-0. لكن هنا تعود هذه الثنائيه، ولكن بين منتخبين عظيمين لهم الارجنتين وهولندا. انا اعتقد ان المباراه دي سوف تكون مباراه يعني الدفاع مقابل الهجوم. احنا نعرف ان هولندا مدرسه كبيره في الدفاع، وتحديدا هذا المدرب فان خال، وبالتالي اصلا عندهم مدافعين يعني اقوياء مثل اكي وفان دايك. فاعتقد انها بتكون مباراه زي ما ذكرت هجوميه من الارجنتين مقابل دفاعيه من هولندا. توقعاتي يعني سوف تنتصر الارجنتين، ولكن بصعوبه شديده جدا. خوفي على الارجنتين انها تستقبل هدف من الشوط الاول، او تستقبل الهدف قبل ان تسجل، لان لو استقبلت هدف سوف تكون مباراه يعني صعبه جدا للغايه، لانه خلاص هولندا بتقفل بتلعب على المرتدات. عندك انت هناك قدام عندك سرعات، عندك انطلاقات مثل ديونج، عندك قدام عندك الظهير دومفريس اللي يقدم مستوى اسطوري، عندك قدام ديباي، فبالتالي عندك يعني مرتدات خطيره جدا. شوف انا توقعاتي الارجنتين ستغادر في هذه المباراه، مع احترام شديد للجميع متابعين ومشجعين ميسي. لكن ليفربولي صح؟ انا اذكر انك كنت ليفربولي نعم. لكن شوف بالنسبه انا الارجنتين ستغادر في هذه المباراه. بالنسبه للقاء فان دايك وميسي، هذه مباراه تعليميه. كيف تعليميه يا ابو تركي؟ اسطوره سيقابل اسطوره، فانت تجلس تتفرج على المباراه، تشوف الارجنتين وهي تغادر، وتشوف لقاء ميسي وفان دايك. يعني سيكون لقاء ممتع. لكن انا ترى في الاخير يعني اتمنى صراحه ان كره القدم تنصف ليونيل ميسي ويطلع بهذا الكاس، عشان يكون يعني ختم كل شيء. لكن في نفس الوقت القلب وما يهوى يا استاذ عبد الرحمن
كانت فقرة جميلة صراحة، فقرة رياضية. كان في مشاركة طيبة من الأستاذ محمد من السودان، ونتمنى أيضا من مشاهدينا الكرام في الحلقات القادمة أنهم يشاركونا ونسمع أصواتهم ونتشارك أطراف الحديث في هذه الفقرة الطيبة. عبد الرحمن، شكرا لأدائك الطيب وحضورك الأنيق. نعم. وأهلا وسهلا بك. نعم. الله يحييك أبو صقر. طب قبل أن نختم يا أعزائنا المشاهدين الكرام، هناك تعليق عبر الفيسبوك يقول أنه يا ليت تتكلم عن جغرافيا المناطق الأفريقية، ونحن تحدثنا في الحلقات السابقة. لو رجعت للحلقات السابقة المحملة على قناتنا في اليوتيوب، أيضا في قناتنا في الفيسبوك، سوف تجد بعض الحلقات تحدثنا فيها عن دول أفريقية، وبإذن الله سوف نربي طالبك في قادم الحلقات ونتحدث عن دول أفريقية جديدة لم نتحدث عنها. شكرا لك أخوي أبو صقر، حياك على هذا التقديم الجميل، والشكر لكم موصول إليكم أيها المتابعون الكرام والمشاهدون الأفاضل على هذا التفاعل الجميل، وعلى هذه المتابعة وعلى حسن الاستماع والإنصات. نلتقيكم بإذن الله في الأسبوع القادم في مثل هذا التوقيت على شاشتكم، شاشة شبكة قناة سلام الإعلامية. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا لينوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أمنوا.